تخيل معايا، انت على متن طائرة بتطير فوق المحيط الأطلنطي. فجأة أجهزة الملاحة اتعطلت. الطيار مش شايف أي حاجة قدام. الاتصال اللاسلكي اتقطع، وفي ثواني الطائرة تختفي تماما من على شاشات الرادار، كأنها ما كانتش موجودة أصلا. المكان ده هو واحد من أكتر المناطق الغامضة على وجه الأرض، مثلث برمودا، أو زي ما العالم كله سماه مثلث الشيطان. بس يا ترى إيه اللي بيخلي الحاجات تختفي هنا؟ وليه الناس أطلقوا عليه الاسم المرهب ده؟ أول حاجة لازم نعرف فين مكانه بالظبط. مثلث برمودا موجود في المحيط الأطلسي الغربي، وحدوده بين ولاية فلوريدا في أمريكا، جزر برمودا، جزيرة بورتوريكو. المسافة اللي بيغطيها المثلث ده تقريباً 1,000,000 كيلومتر مربع، مساحة رهيبة، أكبر من بعض الدول. من سنين طويلة والقصص حوالين مثلث برمودا شغالة. خليني أحكي لك أشهرها. حادثة السرب 19 سنة 1945. 5 طيارات حربية أمريكية كانوا في تدريب عادي. فجأة قائد السرب قال في اللاسلكي: البوصلات بايظة، مش شايفين الأرض، البحر شكله مش طبيعي. وبعدها كل الطيارات اختفوا، حتى الطيارة اللي طلعت تدور عليهم اختفت هي كمان. السفينة USS سايكلوبس سنة 1918، دي كانت سفينة أمريكية عملاقة شايلة أكتر من 300 شخص، طلعت من البرازيل ورايحة أمريكا، لكن عمرها ما وصلت، لا جثث، لا حطام، لا أي أثر. حادثة الطائرة DC-3 سنة 1948، طيارة ركاب عليها 29 شخص، كانت راجعة من بورتوريكو لميامي. قبل ما توصل ب80 كيلومتر بس اختفت، رغم إن الجو كان صافي. الأغرب إن معظم الحوادث كانت بتحصل فجأة، من غير نداء استغاثة، ومن غير أي تفسير. لما الأخبار بدأت تنتشر، الصحافة والإعلام ما صدقوش نفسهم. كل مرة سفينة أو طيارة تختفي، العنوان الرئيسي كان المثلث الملعون، مثلث الموت، أو الاسم الأشهر مثلث الشيطان. ليه الشيطان؟ لأن الناس اعتقدوا إن المكان مسكون بقوة خارقة. في ناس قالت المثلث ده بوابة لعالم تاني، غيرهم قال في بوابة زمنية بتسحب السفن والطيارات، وفي اللي صدق إن الكائنات الفضائية هي السبب. والقصص الغريبة زودت الغموض أكتر. كل مرة بتختفي حاجة، الناس شايفين إن في قوة شيطانية ورا الموضوع. بس هل فعلا كل ده بسبب الشيطان أو الفضائيين؟ العلماء عندهم كلام تاني. الطقس العنيف. المنطقة دي مشهورة بالأعاصير والعواصف الاستوائية، أي سفينة أو طيارة صغيرة هتضيع وسط ده بسهولة. غاز الميثان. من قاع المحيط بيتسرب غاز الميثان، لو طلع بكمية كبيرة يقلل كثافة المية فجأة، وده يخلي السفينة تغرق كأنها حجر. المجال المغناطيسي. المكان ده واحد من المناطق النادرة اللي البوصلة بتشير فيها للشمال الحقيقي مش المغناطيسي. ده بيعمل لخبطة رهيبة للطيارين والبحارة، خصوصا زمان. الأخطاء البشرية. المحيط الأطلنطي واسع والطيارات قوية، أي غلطة بسيطة في الملاحة ممكن تودي السفن لمكان خطر. يعني باختصار، ممكن يكون لغز مثلث برمودا مش أكتر من خليط من عوامل طبيعية وظروف مناخية صعبة. رغم كل التفسيرات دي، في مشكلة. بعض الحالات لحد النهاردة ملهاش تفسير منطقي. إزاي سفينة ضخمة تختفي من غير ما يلاقوا حتى قطعة خشب طافية؟ إزاي طيارة تختفي والجو كان صافي ومفيش أي عواصف؟ الأسئلة دي هي اللي بتخلي الناس لسه مقتنعة إن في حاجة غامضة جدا ورا مثلث برمودا. في النهاية، سواء كان مثلث برمودا مجرد ظاهرة طبيعية أو فعلا في قوة غامضة وراه، يفضل واحد من أكتر ألغاز العالم اللي محدش لحد النهاردة قدر يحسمه. ويمكن ده بالذات اللي بيخلي الناس تسميه مثلث الشيطان. سؤالي ليك، أنت شايف إيه؟ مثلث برمودا مجرد خدعة إعلامية وتضخيم للقصص، ولا فعلا في سر كبير ورا المنطقة دي محدش اكتشفه لحد النهاردة؟ اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. سلام.